السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزامنا مع بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القرعية، كان لنا هذا اللقاء مع الدكتورة دلال يوسف، رئيس قسم الوقاية بإدارة قليين البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ. دكتورة دلال، أهلا بيكي. اهلا بحضرتك دكتوره ميس. دكتورة دلال، إيه هو مرض الحمى القرعية؟ هو مرض التهاب الفم والحافر، وهو مرض فيروسي شديد الوبائيه سريع الانتشار. إيه هي الحيوانات المعرضة للإصابة بمرض الحمى القرعية؟ مشقوقه الظلف زي الابقار، الجاموس، الاغنام، الماعز والجمال. إيه هي اللقاحات المتوفرة مع لجان التحصين؟ اللقاحات عباره عن حمى قلعيه ثلاثي متعدد وحمى قلعيه ثنائي العتره اللي هي العتره الجديده، يعني حقنتين حمى قلعيه وحمى الوادي المتصدع بالاضافه للقاح النيموباك، وده خصوصا الاعمار الصغيره من اول 3 شهور. هل في أي موانع للتحصين؟ في ارتفاع درجة الحرارة أو لو الحيوان مريض أو مصاب. بعض الناس يا دكتورة بتتخوف من نقل العدوى من حيوان لحيوان أثناء حقن الحيوانات وتحصينهم، نقدر نطمن الناس دي إزاي؟ أولا الحملة القومية للتحصين بتبقى من بيت لبيت. تاني حاجة بيتغير السن مع كل حيوان. الحملة يا دكتورة ممتدة لحد إمتى؟ بدأنا في 19/11/22 ومستمرة لمدة شهر. التحصين بيشتغل قد إيه؟ يعني في ناس متخيلة إن هو بمجرد الحيوان متحصن خلاص التحصين هيشتغل تاني يوم أو في نفس اليوم، هل الكلام ده صحيح؟ لا طبعا مش صح، بياخد 21 يوم على ما يبدأ التحصين يشتغل. طيب لو حيوان مريض يا دكتورة يتعامل معاه إزاي؟ أولا بنعزله، بنطهر المكان، وطبعا بيتم استدعاء الطبيب البيطري اللي يتم العلاج. دكتورة، هي إيه أصلا أعراض مرض الحمى القلعية؟ ارتفاع في درجة الحرارة في الحيوان. في حاجة برضو بتظهر الفقاقيع في اللسان وفي اللثة وفي الجلد ما بين الحوافر، الريالة أو اللعاب بيزيد. في كمان طبعا طبيعي اللبن بتاعه بيقل. أخطر حاجة بقى إن هو الموت المفاجئ، لأنه بيأثر على عضلة القلب، بيعمل موت مفاجئ للحيوانات، ودي أخطر حاجة في المرض بدون ظهور أي أعراض. عايزة أضيف إن التحصين بيدي مناعة بعد 21 يوم. ده معناه في الفترة دي إن الحيوان بتاعي معرض للإصابة بالمرض طالما ما أخدش تحصين قبل كده أو يتحصن بصفة دورية. عايز ننبه كمان على حاجة مهمة قوي، الحيوانات المشتراه حديثا، لو الفلاح أو المربي بيشتري حيوان من السوق ما يدخلوش على الحيوانات اللي عنده موجودة بالفعل، لازم يعزله ويبقى في مكان لوحده بعيد عنه خالص، لأن احتمال وارد قوي إن هو يكونش حامل للمرض، وبالتالي أنا بدخله على القطيع بتاعي. دكتورة، الناس بتقول إنه التحصين بيموت العجول الصغيرة وبيعمل إجهاض، الكلام ده صحيح؟ لا الكلام ده غلط، التحصين ميت ما بينقلش المرض، ولو حصل نفوق أو إجهاض ده لأن البهايم أصلا كانت واخدة العدوى ولسه ما ظهرتش عليها أو بسبب أي مرض تاني. دكتورة، التحصين بيبقى مرة واحدة بس ولا بيكون فيه بعد كده جرعات تنشيطية؟ طبعا في جرعة تنشيطية بتبقى بعد 3 أسابيع من أول تحصين، يعني الحيوان بيتحصن لأول مرة بيبقى في جرعة تنشيطية تانية بعد 3 أسابيع. هل الحيوانات العشار بتتحصن؟ تتحصن. تمام. طب هل العجول الصغيرة بتتحصن؟ تتحصن، وخصوصا إذا كانت الأم غير محصنة. هل في علاقة بين التربية والتغذية السليمة وفعالية التحصين؟ طبعا التربية والتغذية السليمة بتزود مناعة الحيوان وبالتالي بتزود فعالية التحصين. هل التحصين يا دكتورة بيحمي الحيوانات بنسبة 100% من المرض؟ لا، التحصين السليم بيحمي الحيوانات بنسبة 80%، يعني لو حصلنا 10 وتعادى منهم 2 يبقى التحصين 100%. شكرا لك يا دكتورة دلال، وطبعا بنناشد كل المواطنين بان هم يحصنوا حيواناتهم عشان يحمي حيواناتهم ويحمي حيوانات غيره. شكرا.